السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد. تعالوا النهارده نعمل محشي كرنب يدفينا كده ويدفي الدنيا. بصوا الكرنبايه بنقطعها ازاي. بنقور كده الراس حواليها كده بالسكينة ونحاول نسلكها ونطلعها. وببدأ اشيل الورق الاخضر اللي من بره اللي مش هحشيه. بفصصها بقى الورق بتاعها ورقة ورقة كده عشان اعرف اسلقها. هنا بقى مية لسليق الكرنب، حطيت مية في حلة فيها كمون وفيها ملح. ويلا بينا نعمل الصلصة أو البصل، التقلية. معايا هنا بصلاية مفرومة في الكبة، ومعاها قرنين فلفل أخضر بارد مش حامي. حطيت زيت طبعا، وحطيت ليا ضاني أو أي دهن عندك بيخلي طعم المحشي حلو جدا. حطيت كمان معلقة صغيرة قوي توم مفروم، ومعلقة صغيرة هريسة شطة. اول ما الكلام ده كله يبدا يدبل معايا هنزل معايا بالطماطم بتاعتي. طبعا انا دايما الطماطم اللي بستعملها صلصه متفرزه، لان انا بجيب الطماطم وبعملها صلصه واشيلها اكياس كده في الفريزر على قد طبخه. هنقل بقى الحله دي على نار هاديه. هنا بقى الميه كانت غليت بتاعه الكرنب، بدات اسلق الكرنب زي ما انتم شايفين كده. انا مش بسلق الكرنب قوي، يعني بطلعه سنه كده عشان لما احطه على بعض ورق لما احط الورق فوق بعضه ما يتهريش مني. هبدأ بقى اسلقه زي ما انتم شايفين. هنا بقى كنت هبدأ اظبط الخضرة بتاعتي، انقيها واغسلها. الخضرة اللي عندي خضرة المحشي شبت وبقدونس وكزبرة. هنا بقى كنت نضفتها وغسلتها كويس خرطتها زي ما انتم شايفين كده. هنا كان الكرنب بقى استوى، اتسلق. فهاجي اقطعه زي ما انتم شايفين، بشيل العرق دوت وابدا الف الورقه رول واقطعها على 3 او على 2 او على 4 على حسب طول الورقه معايا. هنا الصلصه بتاعتي كانت اتسبكت. هنزل بقى بملح فلفل وكمون وكزبره، وهحط كمان معلقه صغيره خالص 7 بهارات، واحط مكعب مرق، وهغطي بقى عليها واسيبها شويه كمان. تعالوا بقى اما اقول لكم على طريقه حلوه جدا للحمه. هنا بجيب حله اللي هسلق فيها اللحمه، وبحط فيها معلقه صغيره زيت، وبنزل بطماطمايه والبصلايه والبهارات بتاعتي، بهارات الشوربه وكمون وفلفل اسمر. وبقلب الكلام ده كله، بشوحه كويس جدا لحد ما ريحته تطلع، اشم ريحه التوابل والبهارات بتاعتي دي كلها. اشوح كل ده. كمان حطينا ورق لورا. وبعد كده هنزل باللحمه بتاعتي واقلبها كويس جدا، اشوحها على كل جنب شويه لما تاخد لون من كل جنب. وبعد كده انزل عليها بالميه المغليه واسيبها بقى على نار هاديه تستوي. ريحه الشوربه بالطريقه دي هتجيب اخر الدنيا بصراحه. ريحتها بتبقى تحفه جدا وطعم الشوربه بيبقى حلو. وكمان بتيجي تاكلي من اللحمه تحسي ان فيها طعم كده. هنا بقى معايا الرز بتاعي كنت غسلته وصفيته كويس، هنزل عليه بالصلصه اللي انا مسبكاها. هقلب كويس وبعد كده هنزل بالخضره. هقلب بقى الكلام ده كله كويس جدا. هغسل كمان وحدتين فلفل رومي، هحشيهم مع في نص المحشي كده في نص الحلة. هسيب بقى لا، هنا كنت لفيت الكرنب وحشيته وحطيته بقى على جنب. هحمر بقى، والشوربة بتاعتي كنت زودتها مية وكانت بتغلي عندي كمان، دخلت في السوى اللحمة. هحمر لسان العصفور. هنا بقى خلاص كانت اللحمة دخلت في السوا ولسان العصفور هيتحمر، فقلت ازيد المحشي كمان. غطيته بعد ما لفيت المحشي وعملت فيه فلفل اخضر، غطيته كده بورقة من الورق الاخضر بتاع الكرنب عشان ما يفكش معايا. وممكن تحطي طبق صغير و... وتغطي الحلة وتسيبيه بقى اول ما يغلي مع نفسه كده. اول ما يتشرب ميته بنوطي عليه خالص ونسيبه يستوي على نار هادية. هنا لسان العصفور كمان كان اتحمر معايا وزودت الشوربة. بصوا يا جماعة، لسان العصفور انا بحمره كويس جدا، بغمق لونه
وبعدين بزيد الشوربه بتاعته واطفي عليه، يعني الشوربه بتبقى مغليه، وبسيبه بقى يستوي من البخار بتاعه مع السخونيه بتاعه الشوربه بتسويه كويس. تعالوا بقى للمفاجاه ديت، انا هنا عندي ملوخيه مخزناها في الفريزر، بس مخزناها ورق، يعني ملوخيه خضرة زي ما هي. جبت الملوخيه وقطفتها وغسلتها كويس ونشفتها كويس جدا، وبعد كده عبيتها في اكياس للكميه اللي انا عايزاها وحطيتها في الفريزر. بطلع منها بضربها زي ما انتم شايفين كده في الكبة من غير اي حاجة، ولا مية ولا شوربة ولا اي حاجة خالص، لحد ما فتفتها معايا وتبقى عاملة زي الرمل كده. بنزل عليها بربع كوباية مية علشان تمشي بس الكبة معايا، وهتاكلي احلى ملوخية خضرة. بصوا شكلها كده اتكسرت معايا اتفتفتت خالص. هجيب بقى ربع كوباية مية اهو، وهبدأ اضرب. مش هحط المية كلها، احط يعني حاجة بحاجة كده شوية شوية. شايفين البرطمان ده الزبدة اللي كنا عاملينها من القشطة، ريحتها في الأكل وطعمها تحفة جدا. وخلاص البرطمان كان قرب يخلص معايا، كنت جمعت شوية قشطة كمان هرجع أعملهم تاني. بصوا بقى الملوخية، جربي تخزني، وانا طبعا اتأخرنا في تخزين الملوخية أو الوقت خلاص ما بقاش فيه ملوخية، بس جربوا الطريقة دي بتخزين الملوخية وتفريزها في الفريزر في أكياس كده خضرة زي ما هي، هتعجبكم جدا. وهتطلعيها بقى تعمليها بنفس الطريقة دي في الكبة. هتبقى معاكي زي الخضرة زي الصبحة بالظبط، وهتاكلي احلى ملوخيه خضراء فريش. بصوا بقى شكل الملوخيه بقى عامل ازاي، زي ما يكون انا لسه مخرطاها في الكبه في المخرطه. هديها تقليبه وهضربها مره كمان كده. وبعد كده هتبقى جاهزه معايا. طبعا عندي بقى شوربه مغليه، فانا مش هعمل كميه كبيره قوي، انا عامله شويه صغيرين، طبقين بس يا دوب على قد الغدا. فنزلت كده بطبقين شوربه في الحله او في الكسرولة. وهبدأ بقى اقلب الملوخيه كده في الشوربه، فككها في بعضها. بص قوام الملوخية، وكمان لما غليت تقلت سنة كمان، والله العظيم كان طعمها تحفة جدا. هنا بقى طاسة على النار، هجيب فيها معلقة زيت وحتة من الزبدة كده علشان اعمل الطشة بتاعة الملوخية. توم، وحطيت كمان معلقة صغيرة قوي توم ني في الملوخية. هبدأ بقى اشوح التوم لحد ما يبدأ يحمر معايا كده، هنزل عليه بالكزبرة، وبعدين اطش بيها الملوخية. هقلب بقى التوم ده كويس جدا، نخلي بالنا لا يتحرق. المحشي خلاص كان استوى وطفيت عليه، وكنت هحمر خلاص اللحمة كمان، وادي الطشة جهزت والملوخية جهزت ولسان العصفور مستوي. هزوده بس كبشة شوربة كده وانا بغرفه. تعالوا بقى بصوا المحشي، بصوا الفلفل اللي انا عملته على الوش. هطلع الفلفل ده بقى في جنب كده من السرفيز. شايفين شكل المحشي الواحد ده نازلة بوحدتها، مش معجن ولا اي حاجة خالص، ومستوي كويس جدا. والكرنباية كانت مسكرة جدا، المحشي كان طعمه جميل قوي. بصوا شايفين ومفيش ولا حاجة لزقت في الحلة كمان، الحلة نظيفة خالص. طبعا انا يعني ارضية الحلة ممكن نحط فيها العروق بتاعة المحشي، وممكن نقطع في العيدان بتاعة الخضرة، الشبت والبقدونس، بس انا فرشت فيها ورقة من الورق الاخضر. ممكن كمان نقطع بصل طماطم وفلفل اخضر. بصوا لسان العصفور كمان، وكمان حطيت مخلل. وده بقى شكل المحشي والغدا. كنت حمرت كمان اللحمة. بصوا الملوخية خضراء وطعمها تحفة وريحتها، هي ملوخية صبحة، ملوخية فريش. مش يعني تاكليها تحسي انها مش ملوخية متفرزنة ولا متخزنة خالص، زي ما تكون لسه عاملاها او لسه جايباها دلوقتي. بالهنا والشفا.